يشرع بوسلهام في جني محصول البطاطا في موسم زراعي شح فيه المطر وارتفعت كلفة الإنتاج، مدفوعة بالزيادات في أسعار البذور والأسمدة. ينتظر أن يبيع بوسلهام الكيلوغرام بنحو 7 دراهم، وهو سعر مضاعف مقارنة بالأعوام السابقة. الأسمدة طلعت في الثمن، زادت على الأعوام اللي دازوا الأخرين. عليها باش البطاطا دابا تزادت في الثمن ديالها، عليها باش غلات دابا. وبالنسبة شوية مع الحال سخون دابا ولا عندنا الضوبل في السقا. بين اضطراب سلاسل الإمداد وتعدد الوسطاء تبرر الحكومة ارتفاع أسعار الخضروات، لكن أصابع الاتهام تشير أيضا إلى خطط حكومية تشجع التصدير. بعد عقد من اعتماد مخطط المغرب الأخضر، تضاعفت الصادرات الفلاحية لتقفز إلى 8 مليارات دولار في 2022، ما خل بتوازن التموين في الأسواق المغربية باعتراف حكومي. صحيح في لحظات الحكومة تدخلت ووقفت التصدير، ولكن يجب أن ننتبه. هذا موضوع الذي خصنا ناخذوه في إطار واحد التوازن، نعطيو الإمكانيات ونعطيو الأولوية للسوق الوطنية ونعطيو المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة للمواطنين. في ظل توالي مواسم الجفاف، يدق خبراء ناقوس الخطر ويحذرون من زراعات تستهلك الكثير من المياه. هذه الضيعة في منطقة المناصرة ضواحي الرباط واحدة من المزارع التي تضم مشاتل لإنتاج الأفوكادو. يقدر استهلاك الكيلوغرام الواحد منها بنحو 2000 لتر من المياه. هذه الزراعات التصديرية هي تجيب لنا العملة الصعبة، إذن ما يمكنش نحيدوها 100%، ولكن خصنا نعطيو الأهمية في السياسات العمومية للزراعات ديال الأمن الغذائي، الحبوب والقطاني والأعلاف. وتتجه الحكومة نحو تشجيع زراعات لا تستنزف المياه وتدعم تجهيز المزارع بتقنيات الري بالتنقيط لتوفير 2 مليار متر مكعب سنويا. مرينا بذاك السق الموضعي، السق بالتنقيط، مرينا في هذه الفترة هذه الأخيرة، في 10 سنين الأخيرة، مرينا من 250 ألف هكتار ل 680 ألف هكتار اللي كنديروا بذر مجهزة. وانخفض إجمالي الموارد المائية في المغرب بنحو 7 مليارات متر مكعب في السنة بسبب تراجع الأمطار. يحقق المغرب الاكتفاء الذاتي في الخضروات والفواكه واللحوم والألبان، لكن الأمن الغذائي للمواطنين مهدد في ظل توالي مواسم الجفاف وارتباك سلاسل الإنتاج. أنس عياش، الشرق، من منطقة المناصرة ضواحي الرباط.